عماد الدين الأصفهاني، مصر مطلع البذور. وأنا مبتدئ بالديار المصرية لامتزاجي بأهلها وابتهاجي بفضلها واطلاعي على فضائلها واطلاعي بفواضلها ودخولي إليها في خدمة سلطانها وخروجي منها بشكر إحسانها ومقامي فيها أترفرف على محاسنها وأترشف من عذبها وآسنها وأتحلى بعقود جواهرها وأتملى من سعود زواهرها. ومصر مربع الفضلاء ومرتع النبلاء ومطلع البذور وموضع الصدور، وأهلها أذكياء أذكياء يبعد من أقوالهم وأعمالهم العي والعياء، لا سيما في هذا الزمان المذهب بدولة مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبي المظفر يوسف بن أيوب. ففي أيامه الزاهرة ودولته القاهرة أشرقت الأرض بنور ربها وهبت الأرياح من مهبها ورفعت معالم العدل والعلم وخضعت معالم الجهل والظلم، اتضح الحق واتضع الباطل وعز العالم وذل الجاهل.